زي ما احنا شفنا كده، ده اللي بقينا فيه دلوقتي، عصر البلوجر. والبلوجر نوعين، بلوجر انستجرام وبلوجر تيك توك. نركن بقى بتوع التيك توك وناخدهم في حلقة تاني، وخلينا في بلوجر الانستجرام. بس قبل اي حاجة احب اقول لكم مساء الخير عليكم، عم زينو بيحييكم في حكاوي عم زينو. طبعا البلوجر اليومين دول بقوا مالين الدنيا، لدرجة ان انت لما تبقى ماشي في الشارع تلاقي واحد واقف جنب عمود نور بيتصور، لو كلب واقف بيطرطر تلاقي واحد جري مسك موبايله وجري نام جنبيه وبيصور الطرطرة، لو كلب عامل حوار مع كلب تاني يجري يصور الحوار. احنا ماله امنا بالكلام ده؟ يقول لك ده بلوجر. البلوجر ده بقى ايه دنيته؟ بيطلع ينشر حياته عادي قدام الناس، يقعد بقى يورينا هو بياكل ايه، بيعمل بيبي، شرب ايه، جاب ايه، لبس ايه، مراته بتعمل ايه، بنته بتعمل ايه، مراته بترقص ازاي، بنته بترقص ازاي. المهم ان هو بيفرجنا ويمتعنا. طبعا هو بيمتعنا بالمشاهدة اللي فيها هدف واللي فيها نصيحة، لان هم فعلا بيقدموا نصيحة. بيقدموا نصيحة ازاي بقى؟ ان هم بيخلوا الناس تخرب البيوت. تيجي تسألني وتقول لي يخرب البيوت ازاي وازاي نصيحة؟ ما انا اقول لك، البلوجر دلوقتي لما بيجي يطلع يصور ويجيب لك منتج ما، او يجي يقول لك اطلع اعمل لايك او اعمل فولو على الانستجرام على الاكونت ده، واللي هيكسب هكسب 5 ايفون. طبعا ما كل دي تجاره. بيجي شركه السبونسر بتديله الحاجات دي وتقول له اطلع اعمل لنا كده وخد فلوس عليها، يا اما الناس اللي بتبقى حاطه لهم الاكونتات دي كلها بيبقوا دافعين فلوس. فشوف بقى لو 100 واحد عملت لهم فولو وكل واحد دافع له 10000 بغير الهدايا اللي مديها له، يبتدي ان هو يجمع فلوس. وده اللي هم بيعملوه. ويبتدي بقى في الاخر الست اللي بتتفرج او الراجل اللي بيتفرج يبتدي يتفرج ويغير، عايز يعمل زيهم. يبتدي يحصل الخلاف، يبتدي تحصل المشكله، تبتدي الست تطلب من جوزها ان هي عايزه تسافر تروح تعمل زيهم، عايزه تروح للكوافير الفلاني، عايزه تجيب لي الشامبو الفلاني ابو 1000 جنيه ده اللي هم عاملين عليه اعلان. يعني زي من فتره كده كانوا عاملين لي اعلان بكاتل ب 10000 ليه؟ بيسخن الميه لوحده. ودي بقى البلوجر اللي بيعملوه. لو انت شايف بقى نفسك لسه منتج مستهلك وبتمشي ورا الناس دي وبتخش تدوس في اي حاجة وبتتابع حياتهم وفكرك ان هم فعلا دي حياتهم دي قدام الكاميرا، بس خلف الكاميرا هم بيعملوا حاجات كتيرة غلط. وطبعا التعميم لغة الاغبياء، مش الكل، في ناس وناس، بس الاكترية بيعملوا كده. فانت ما تخليش نفسك منتج، وخليك فاهم انت بتتفرج على ايه وبتعمل ايه. ودي كانت حلقتنا النهاردة في حكاوي عم زينو. هقول لكم على حاجة كمان سديتوا نفسي، طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.